السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. ده تالت فيديو من سلسلة 5 في 5، واللي هنشوف فيه ازاي ممكن نعمل الكرسي ده من غير ما نعدي ال5 دقايق. فيلا بينا نبدأ على طول. بس قبل ما نبدأ، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا أي أسئلة أو اقتراحات أو تعليقات ياريت تسيبوها لنا في الكومنتس. ودلوقتي يلا بينا. اول حاجه هبدا بيها ان انا هاجي على الكيوب ده وهعمل اس زد علشان اصغره بس على الزد اكسس حاجه زي كده، وبعدين هعمل جي زد وارفعه فوق الارض. بعد كده كنترول اي عشان اعمل ابلاي سكيل، وتاب عشان ادخل جوه الاديت مود، وكنترول بي علشان اعمل بافل. هشد بالماوس لليمين حاجه زي كده، وبعدين هعمل سكرول اب بالعجله بتاعه الماوس علشان اعمل ادجز حاجه زي كده، وبعدين تاب ارجع للاوبجكت مود وكليك يمين وشيد سموث. بعد كده علشان اعمل الرجلين بتاعه الكرسي فهعمل اد مش كيوب، وبعدين هعمل اس عشان اعمل له سكيل واصغره حاجه زي كده، وبعدين اس زد وهكبره بس على الزد اكسس. بعد كده هاجي من الفيو اللي تحت وهعمل جي اكس وبعدين جي واي، وبعدين علشان اعمل بقيه الاربع رجلين بتوع الكرسي فهروح من الموديفايرز وهعمل اد موديفاير وهعمل ميرور موديفاير، هخليها على الاكس والواي اكسس. ومن الميرور اوبجكت من هنا هجيب الاي دروبر دي وهختار الكيوب اللي في النص، وبكده هو كرر لي الاربع رجلين علشان هو عمل نسخه منها على الاكس والواي اكسس. بعد كده اي حاجه هتعملها في الرجل دي هتطبق على بقيه الرجلين. خلينا الاول نعمل كنترول اي عشان نعمل ابلاي سكيل، وتاب عشان ادخل جوه الاديت مود، وكنترول بي واشد حاجه بسيطه زي كده عشان اعمل بافل. فبقى عندي كلهم حاجه بالشكل ده. تاب عشان ارجع جوه الاوبجكت مود وكليك يمين وشيد سموث، وبكده بقى عندي حاجه زي كده. بعد كده عشان اعمل ظهر الكرسي فممكن اعمل اد مش كيوب، واعمل برضو نفس الكلام سكيل وبعدين جي زد عشان اطلعها لفوق، وبعدين ممكن نعمل اس عشان نعمل سكيل كمان، واس زد واكبرها بس على الزد اكسس حاجه زي كده. وبعدين ممكن اجي من هنا على التوب فيو ونفس الكلام اللي انا عملته من شويه جي واي وجي اكس، وممكن نطوله شويه كمان لفوق. فممكن ادخل تاب جوه الاديت مود وهمسك بس الفيس ده وهعمل جي زد، وممكن ارفعه حاجه زي كده، وبعدين ارجع للاوبجكت مود وكنترول اي وهعمل ابلاي سكيل، وبعدين هرجع تاني للتوب فيو، وبعدين هعمل شيفت دي اكس عشان اعمل له اخد منه نسخه بس على الاكس اكسس، وهبعده مثلا حاجه بسيطه زي كده، وبعدين هعمل شيفت ار علشان اكرر نفس الكوبي بسهوله. بعدين ممكن اختار كل دول وبعدين اعمل لهم جي اكس علشان اخليهم في نص الكرسي تقريبا. بعد كده ممكن وانا مختارهم كلهم اعمل كنترول اي وابلاي سكيل، فممكن اروح على الادج سيلكت واشغل التوجل اكس راي واختار كل الفيسز دي، بس الغي التوجل اكس راي. كده بقت كل الفيسز دي عندي سيلكتد ما عدا الفيسز اللي فوق واللي تحت، وبعدين اعمل كنترول بي واعمل بافل حاجه زي كده، وممكن اقلل شويه الفيسز بتاعه البافل بالعجله بتاعه الماوس، وبعدين اكونفيرم. وكده بقى عندي حاجه زي كده. هرجع تاب للاوبجكت مود وكليك يمين وشيد سموث، وكليك يمين وشيد اوتو سموث. بعد كده هعمل جي زد عشان انزلهم لتحت شويه فيبقوا باينين ان هم طالعين من جسم الكرسي حاجه زي كده. بيتهيألي ان انا عايزه اطول ظهر الكرسي شويه، فهختار كل دول تاني وهدخل تاب في الاديت مود وهمسك بس الفيسز اللي فوق دي شيفت وهسلكتهم كلهم كده، وبعدين هعمل جي زد وهرفعهم عشان انا حابه ان ظهر الكرسي يكون اطول من بقيه جسمه، وبعدين هرجع تاني تاب للاوبجكت مود وبقى عندي حاجه زي كده. بعد كده اخر حاجه هعملها هيكون الجزء اللي فوق بتاع الكرسي، فهعمل اد مش كيوب وهاجي كده وهعمل اس واي علشان بس اصغره على الواي اكسس، واس زد وهصغره حاجه زي كده، وبعدين جي زد وارفعه لفوق بالشكل ده، وجي واي وهجيبه حاجه زي كده، وبعدين ممكن ابدا اظبطه. فممكن نعمل سكيل واصغر الجزء ده شويه، وممكن اعمل اس زد واصغره بس شويه على الزد اكسس. تمام، انا شايفه ان هو كده شكله حلو. فهعمل كنترول اي وهعمل ابلاي سكيل وتاب عشان ادخل في الاديت مود، وبعدين نفس الكلام هعمل كنترول بي وهعمل بافل حاجه بسيطه زي كده، فهمسك ده كمان وكليك يمين وشيد سموث، وبكده بقى عندي شكل الكرسي حاجه زي كده.
بعد كده هبدأ أضيف الألوان بتاعة الكرسي. الحاجة الأخيرة اللي أنا محتاجة أتأكد منها، هاجي من السهم الصغير ده وهختار فيس اورينتيشن، دي هفتحها علشان توريني الفيسز مظبوطة ولا لأ. فدلوقتي أنا شفت إنه الجزء ده الفيسز بتاعتها لونها أحمر، وده معناه إن الفيسز دي مش مظبوطة كده، الفيسز دي مقلوبة. فكل اللي أنا عاوزة أعمله إن أنا هسلكت كل دول بالشكل ده، شفت وهسلكت كل ده عادي، وتاب عشان أدخل جوه الإيديت مود، وهدوس A عشان أعمل سلكت أول، وبعدين شيفت N عشان أعمل calculate normals. وبكده بقى عندي كل الفيسز لونها ازرق، وده معناه ان كل الفيسز كده مظبوطه. فهاجي تاني من السهم ده وهشيل الفيس اورينتيشن، وبكده بقى عندي الكرسي بتاعي حاجه بالشكل ده. فبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبك، ويا رب يكون كان مفيد ليك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول، وعلشان تدعم القناه كمان. ولو ليكوا اي اسئله او اقتراحات او تعليقات، يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس. واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي.